في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فالأصل إن إحنا بنمشي عشان ناخد العظة، بناخد الاعتبار، مش إن إحنا رايحين من باب الانبهار ويطلع الكلمة اللي إحنا بنسمعها إحنا الفراعنة وإحنا دول أجدادنا وأنا بحتفل بجدي. أنا ببين لك المسألة من حكم شرعي بدون إفراط أو تفريط وبدون غلو أو جفو. صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل أماكن القوم الذين ظلموا أنفسهم أو القوم المعذبين كان يدخل باكيا، وكان يدخل متواضعا منحنيا لله عز وجل، وكان يعلم الصحابة ذلك. قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون، أو مش بتبكي تتباكى، لأن المكان ده كان الناس دي كانت بتعذب. وعلى الأقوال إن قوم عاد هم اللي بنوا الأهرامات، فقوم عاد يا أخوانا هم الذين أهلكهم الله عز وجل، أخذتهم الصاعقة ودمرهم الله عز وجل. الخلاصة يبقى دي كده عندك حكم التماثيل وحكم الأصنام، أو حكم التماثيل وحكم المتاحف. بالنسبة لزيارة المومياوات والجثث القديمة بقى، إن واحد بيطلع جثة من الأرض ويجي يقول لك إيه دول محنطينها وعاملينها، المسألة دي ما كانتش قديمة، هي مسألة حديثة. ولذلك الغالبية العظمى للعلماء والمحدثين والفقهاء بيقولوا ان هذا مكروه كراهة تحريمية ويصل الى الحرمانية، ان كان من باب ايه، ان كان كذلك من باب الانبهار وان دول اجدادنا ودول اللي احنا اصلنا ودول حضارتنا والكلام ده. الخلاصة يا اخوانا في المسألة دي كلها ان الناس اللي سبقوا دول ما كانوش كلهم كفار مرتدين او كانوا مارقين او ان هم كانوا وثنيين، لا، بدليل ان ربنا قال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه. يبقى معنى ذلك ان كان في ناس مؤمنة حتى وان القرآن ما اظهرهمش لنا. بدليل كذلك ان الله قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، في الانبياء والرسل. فكذلك ربنا لم يقصص على النبي كل انبياء، كل اسماء الناس الصالحين وكل اسماء الناس اللي كانوا مؤمنين، علشان بس ما حدش يجي يطلع ناس بتطلع تطعن في المتحف وناس بتطلع لا يا عم دول اجدادنا. خليك منصف بدون افراط وتفريط، ودايما خلي عندك الايه الام الشعار المرفوع: كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يبقى لما تروح المتحف تروح من باب الاعتبار ليس من باب الانبهار. خلصنا المسألة وكان أمرا مقضيا. سؤالي ليك بقى، هو يا ترى ايه الفرق بين الموميا وبين التمثال؟ بس كده خلصنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكتب الفرق في التعليق.